حافظ الدراجي كيعترف ان اشرف حكيمي كيستحق الفوز بالكره الذهبيه وكيبارك ليه الفوز ديالو بالكره الذهبيه، ورابح ماجر كيعنق ياسين بونو وكيبارك ليه الفوز بجائزة أفضل حارس إفريقي. حافظ الدراجي نشر واحد المنشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تتويج أشرف حكيمي بالكرة الذهبية الأفريقية لسنة 2025، وقال: تتويج مستحق للمغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لسنة 2025 بعد موسم استثنائي مع فريقه باريس سان جيرمان توج فيه بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي وكأس فرنسا. وأضاف: موسم تألق فيه حكيمي بشكل لافت واستحق بجدارة لقب الأفضل. ألف مبروك، يضيف حفيظ الدراجي. أما رابح ماجر أحد اللاعبين الجزائريين السابقين، أحد أفضل اللاعبين الجزائريين السابقين، فقد هنأ ياسين بونو بتتويجه كذلك بجائزة أفضل حارس أفريقي في هذه اللقطات بعبارات من قبيل مبروك مبروك، وقام بمعانقته في عناق جميل بين لاعب جزائري سابق ولاعب مغربي حالي. وبخصوص سبب الضحك ديال ياسين بونو خلال إلقائه كلمته حول فوزه بجائزة أفضل حارس أفريقي، فهذا هو السبب. السلام عليكم. أول حاجة كنبغي نشكر المغرب